عسلامة ومرحبا بكم. هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي: أزمة بسبب الأجانب وثابت تحت التهديد. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولم يحسم الترجي الرياضي بعد القائمة النهائية للاعبيه الأجانب، واللي تضم حاليا لاعبا زائدا عن النصاب، بما أن الفريق لديه 7 لاعبين في انتظار التخلص من اللاعب السابع حتى يتمكن من ترسيم الأجانب الستة. ظل موضوع اللاعبين الأجانب محور حديث الأحباء هذه الأيام، خاصة أمام صعوبة اختيار من سيغادر الفريق في ظل الحاجة إلى كل اللاعبين. تتواتر الأخبار هنا وهناك حول من سيغادر الفريق من بين 7 لاعبين أجانب حتى يتمكن الترجي من حزم ملف الأجانب. وفي هذا الإطار، ولأن حصل الاختيار في البداية بين المدافع الجزائري محمد أمين توغاي والمغربي صبري بوغرين، فإن مصادر مغربية أشارت إلى أن إدارة الترجي وافقت على تسريح بوغرين للرجاء البيضاوي في انتظار التفاوض معه حول بقية مستحقاته. وقالت نفس المصادر الإعلامية أن صابر بوغرين أعرب عن استعداده وانفتاحه على الانضمام إلى صفوف الفريق الأخضر، إلا أن هذه الخطوة ستتم بعد التأكد من تسوية كافة المستحقات المالية المعلقة لديه تجاه النادي التونسي وفق ما جاء في موقع البطولة المغربي. يذكر أنه عقد بوغرين يمتد حتى سنة 2025، أي أنه مازال على ذمة الفريق لموسمين قادمين، وربما قد يكون هذا سببا من الأسباب اللي جعلت المدرب معين الشعباني يرفض خروج اللاعب وإعطاء فرصة جديدة في الموسم القادم بعد الأداء المبهر اللي ظهر به خلال التحضيرات. ويعود التمسك بصبر بوغرين إلى كون الترجي أمام فرصة بيع اللاعب في الموسم القادم عكس الجزائري توغاي اللي ينتهي عقده الصيف القادم، وبالتالي وجب التفاوض معه حول تجديد العقد أو بيعه قبل جانفي القادم حتى لا يغادر مجانا. اسم آخر طرح على طاولة المغادرة ولو بصيغة الإعارة هو اللاعب النيجر والمنتدب الجديد يوسف أومارو، وترى الأغلبية أن خروجه لن يترك فراغا في مركزه عكس توغاي وبوغرين المتألق. اختلافات كبيرة أجلت الحسم في ملف الأجنبي السابع الزائد عن النصاب في انتظار الحسم نهائيا. منذ تعيين مديرا رياضيا في الفريق ومكلفا بالانتدابات، اتجهت الأنظار إلى طارق ثابت اللي يضع فيه الأحباء كل ثقتهم نتيجة نزاهته ونظافة يده، إلا أن هذه المسؤولية ستضعه أمام تحديات كبيرة، أهم اختيار الأجنبي السابع اللي سيغادر الفريق، كما أن بعض الانتدابات التي قد قام بها الترجي في ظاهرها من اختيار المدير الرياضي الجديد وفي باطنها هي نتيجة متابعة منذ الموسم الماضي قبل قدوم طارق ثابت على غرار اللاعب أومارو، واللي أراد الترجي انتدابه في الموسم الماضي قبل أن تفشل الصفقة. عموما سينتظر الأحباء أداء المدربين الجدد ومدى نجاح المدير الرياضي اللي يعيش تحت تهديد، بما أنه فشل الصفقات قد يورطوا مع الجمهور، وفي المقابل فإنه نجاح الوافدين والفريق عموما قد يرفع أسهمه ويؤكد أنه فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب. بالتوازي مع تعزيز الفريق بمجموعة من اللاعبين، يتواصل تعزيز الإطار الفني الحالي، حيث التحق الدولي السابق خوزيه كليتون بالجهاز الفني كمدرب مساعد، وستكون مهمة كليتون تسهيل عملية التواصل والاندماج للاعبي الترجي البرازيليين الجدد وهما يان ساسي ورودريغو رودريغيز، خاصة وأن اللاعبين لا يتقنان لغة أخرى غير البرتغالية.